بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ لو لسه محدش فيكم فرز التوم لغايه دلوقتي، تعالى اقول لكم كده على كام حاجه نعملها قبل ما نفرز التوم. اول حاجه، لو انت هتحطي توم في الفريزر اللي هو الكيسي ده من السنه للسنه يكون اخضر، يعني ايه، تجيبيه من دلوقتي كويس عشان تستفادي بكل حاجه فيه. القشر بتاعه هنعمله توم باودر، وهنفرم التوم وهو لسه يعني ايه طري كده. كمان العروق بتاعته هناخدها نفرمها. عايزه تخزني توم اللي هو احنا بنخزنه في البلكونات وبنربطه كده ونحطه في البلكونات، تجيبيه بعد شم النسيم ان شاء الله، لان لو جبتيه دلوقتي وحطيتيه في البلكونه وربطتيه هيفضى منك، مش هيكمل السنه وهيفضى. لكن استني بعد شم النسيم يكون التوم نشف وتجيبيه وتربطيه وتحطيه في البلكونه. لكن ده انت بتعمليه ايه، الحاجه السريعه، يعني انت بتعملي بالكيسي ده الحاجه سريعه انت محتاجاها، واللي انت مفرزاه في البلكونه او سايباه من السنه للسنه ده تسيبيه، وده احنا بنحطه ايه للظروف الطارئه. اقول لك بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بنجيب التومه بنقطعها كده اهو، اهو كده. كل ده بيترمي اللي هو القشر الجامد ده. عشان كده بقول لك الحقي التوم وهو اخضر، لو انت عايزه تستفيدي منه وتعملي منه توم باودر وتعملي منه للخلطه بتاعه البتنجان والسمك والكلام ده كله. ده القشره دي اللي احنا هناخدها، ناخد القشر ده وهننشفه وهنزل لكم بيه فيديو، او كمان مش دي، كمان اللي هي دي. بصي دي يعني خليها تكون قشره طريه شويه، ارمي كل اللي نشف ده اهي. بنمسكها نقطعها كده، بيبقى فيه حته زي حطبه كده ناشفه في النص. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصي دي ناشفه دي، خلي بالك منها عشان ممكن تكسر لك سكينه الكبه اللي هتعملي بيها اول ما افرمها. وبعدين ملهاش لازمه، دي عصايه يعني. تعملي بردك كده، تشقي دي كده اهي. بصي تطلعي دي عصايه ملهاش لازمه اهي، حتى لو مش هتكسر هي ملهاش لازمه. ساعات بتبقى طريه وساعات ناشفه كده، لو طريه خليها، ده القلب بتاع التوم اهو. هطلع بقى المفرمه ونشتغل مع بعض. خلاص التوم ده اتفرم، حطيت عليه معلقه ملح كبيره كده، هقلبه وهعبيه في اكياس. التوم بعد ما عبيته لسه بقى هعمل العروش واعمل معاه فلفل احمر. العروش بتاعت التوم اهي، بس طبعا مش العرش كامل، زي الحته اللي انا وريتها لكم اللي هي دي كده بس اهو. هعملها وهعمل معاها الفلفل ده. العروش اللي انا فرمتها مع الشطه الحمراء، عملت كده احلى خلطه تبقى جاهزه معايا للسمك، للمخلل، لاي حاجه بقى انت بتحبي تحطي عليها توم وفلفل اهو. ريحتها مش قادره اقول لكم عامله ازاي، تحفه. حطيت عليها شويه ملح اهي. هعبيها برده في الاكياس، وهرجع بقى بدل طلعت المكنه وعندي شطه حمراء هفرمها بالمره. هعمل هريسه شطه من غير حاجه يعني ساده كده. عبيتهم في الاكياس. هعمل بقى الفلفل. انا الفلفل ده غسلاه ومش هعين منه بذر ولا اي حاجه، يا دوبك القمع بتاعه بس كده اللي عينته اهو. ده فلفل بقى مولع، فلفل بلدي، هفرمه زي ما هو كده. هنزل لكم ان شاء الله الفيديو بتاع التوم البودر لوحديه، اللي هو بتاع قشر التوم اللي انا طلعته من ده، انا حطيته في البلكونه يتهوى وهعمله وهنزله لكم فيديو لوحديه. قفلت الاكياس اهو. ده التوم اللي لوحديه اللي هو الابيض، وحطيت عليه ملح. ودي الهريسه اللي هي عروش التوم بالفلفل الاحمر. وده الفلفل الاحمر لوحديه الهريسه اهو. انا عاملاه كده على اساس ايه، متبطط كده. واول حاجه ما ياخدش مكان في الفريزر، تاني حاجه وانت بتطلعي بيبقى مجمد، بتكسري الحته اللي انت عايزاها، عايزه كده، عايزه الحته اللي انت عايزاها. كذلك الثوم، كذلك الهريسه بتكسري منها، لان الحاجه لما بتطلع من الفريزر وتخش تاني مش بتبقى حلوه، بتبوظ.
بس ونصيحة، لما تيجي تجيبي التوم اللي هو اللي بقولك هتنشريه ده، اللي احنا بنجيبه عادي وبنربطه في البلكونات ده، تجيبي التوم الاحمر هو اللي بيعيش. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي الدعم بقى، واللي ما اشتركش عندي يشترك. اشوفكم على خير يا حبايبي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.